بسم الله الرحمن الرحيم. مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدور الثاني للدوري المصري الممتاز لكرة القدم موسم 2015-2016. النتيجة 1-0 للإسماعيلي. وإلى حضراتكم تحليل هدف المباراة الوحيد. بدأت اللعبة من اليمين للإسماعيلي لإيمانويل بنايني، كان بيقابله مدافع الزمالك حمادة طلبة، معرفش يعدي منه. حمادة كان مقفل عليه كويس، فغير اتجاه اللعبة ناحية الشمال، بقت لعبة جديدة. أحمد سمير فرج وبيقابله عمر جابر. عمر حط ايديه ورا ظهره منعا للمس الكرة بايده ووضع فريقه في موقف محرج، وده كويس، بس كمان كان واجب عليه يضغط على اللاعب اكتر علشان ما يلعبهاش بالعرض. بنايني لعب الكرة بالعرض في الشمال ومسكتش، جري ياخد مكان صح، يمكن الكرة تجيله تاني. حمادة طلبة اكتفى باللي عمله ووقف مكانه. احمد سمير لعبها بالعرض، كان المفترض خروج الشناوي عليها وهي بالعرض قبل ما توصل للمهاجم، الا انه كان قافل الزاويه قوي ولازق في القائم، ودي مبالغ فيها جدا. كان ممكن يبعد خطوه بعيد عن القائم لداخل في اتجاه المرمى، وخطوه لجوه الملعب بعيد عن خط المرمى. الخطوه دي كانت هتبعد بينه وبين احمد سمير، والبعد ده هيخليه ياخد القرار بسهوله. كمان الخطوه دي ما كانتش هتصعب عليه الكوره لو كانت اتلعبت في المرمى مباشر من احمد سمير في الزاويه الضيقه زي كوره عبد الظاهر في مباراه الاهلي في السوبر، وهتخلي خروجه عمودي على العرضية، بخلاف خروجه المرة دي خلاه يرسم شكل قوس أو ربع دايرة، لا منه خرج على العرضية ولا منه استقر في مرماه ينتظر قلشة بناييه. الهدف عادي جدا، يحسب لبناييني تحركه بدون كورة، يؤخذ على حمادة طلبة وقوفه وعدم المتابعة وعدم التغطية العكسية. تحرك الشناوي بين القائمين وتحت العارضة لازم يكون بحساب، لأن مكانه الصح بيسهل عليه المهمة. الغريبة ان في مباراة الاسماعيلي والزمالك السنة اللي فاتت، الاسماعيلي لعب 3 كور شبيهة لجون النهاردة، 3 كور في 3 دقايق في نفس الاتجاه ومن نفس اللاعب اللي سجل الهدف، وفي ال3 كورات نجح الشناوي في صدهم. الزمالك في الماتش ده فاز 3-0، وفي السنة دي فاز بالدوري. نرجع ونقول هي دي الكورة، ولابد من الاهداف، والاهداف بتيجي اما عن اخطاء دفاعية ودي اللي بنحاول نقلل منها، او مهارة فردية وجمل تكتيكية ودي اللي بنحاول ننميها. مبروك فوز الاسماعيلي وهارد لك للزمالك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.